السلام عليكم. بعد الصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. الوصفة تاع نهار اليوم إن شاء الله حبيت نشارك معاكم دولمة بالزيتون على طريقتي، تجي روعة كما نقولوا، تجي بنينة تاع الصح، تجي خفيفة وبزاف هايلة. ننصحكم ما تراطيوش هذه الوصفة، واللي موالفين يجربوها بهذه الطريقة نقولكم بالصحة والهنا. ما نطولش عليكم وعلى بركة الله نبداو في الوصفة نتاعنا. وكما راكم تشوفوا نبداو بالمقادير. نحتاجو فخاد تاع الدجاج باش نحضروا به المرقه تاع الدولمه، واللي موالفه تحضرها بلاش تبعوا نفس الخطوات وراح تجيكم روعه. انا بالنسبه ليا هكذا يحبوها، يعني كيما راح نشاركها معكم. نحتاجو كميه تاع اللحم المفروم، الكميه على حسب الكميه اللي تحبوا ديروها، يعني تحبوا ديروا بزاف ولا شويه. نحتاجو الروز غليته في الماء، معدنوس، زوج فصوص تاع الثوم، حبه بصله كبيره مفرومه راح نقسمها الى نصفين، النصف راح ندوزن به المرقه والنصف راح ندوزن به الحاشو. نحتاجو الزيتون الاخضر بعد ما غليته في الماء مره ولا زوج، يعني باش نحيلو هذاك الملح. بالنسبه للتوابل تاع المرقه نحتاجو الملح وراس الحانوت والفلفل الكحل وشويه تاع الكركم وعود قرفه، ونحتاجو الكرم ولا الملفوف. شوفوا البنات، ننصحكم بالنسبه للكرم دائما تشريو لي اللون تاعو خضر، يعني كيما راكم تشوفوا في الصوره، هو اللي يجي صح بنين ويمد لكم واحد البنه بزاف هايله. هذوك الوريقات الاولين اللي تنحاو راح نحيهم ونغليهم في الماء، ما نخليهمش يطولوا في الماء، راح نغليهم اقل من دقيقه يعني باش ما يطيبولناش في الماء. ونكمل هذيك الكميه اللي بقات لي نحطها كامل في الماء، نغلي ونحي في الورقات غير بالعقل حتى نكمل كامل الكميه. هنا نبدا ندوزن معاكم المرقه كيما راكم تشوفوا في لاكوكوت ولا في مرميطه ولا في اي وعاء رايحين نطيبوا فيه. راح نديروا شويه تاع الزيت، نزيدوا الدجاج. نعاود لكم للافاده اللي موالفين يحضروا المرقه نتاعهم بلاش، يعني تقدروا تستغنوا على الدجاج وتتبعوا نفس الخطوات. وكما راكم تشوفوا عندنا حبه بصله مفرومه كبيره، النصف راح ندوزن به المرقه والنصف راح ندوزن به الحشو تاعنا. نزيدوا زوج فصوص تاع الثوم وشويه تاع المعدنوس، ونزيدوا التوابل، الملح وراس الحانوت والفلفل الكحل وشويه تاع الكركم وعود قرفه. هنا نبدا نقلي مليح الدجاج نتاعنا كيما راكم تشوفوا. بعد ما قليته راح نزيد الزيتون الاخضر بعد ما غليته ونمرقوه بما سخون يغلي. شوفوا البنات الكميه تاع الماء ما تكتروش، يعني ما ديروش بزاف باش المرقه نتاعكم تجيكم خاطره، يعني تجيكم بزاف هايله. انا راح نغلق على لا كوكوت ونخليها على نار متوسطه حتى يطيب الدجاج والمرقه نتاعنا تجي خاطره. وهنا كيما راكم تشوفون ننتقلوا للمرحله الثانيه باش نوجد معكم الحاشو. نحتاجوا كميه تاع لا فيونداشي كيما قلت لكم، الكميه على حسب الكميه اللي تحبوا ديروها بزاف ولا شويه. نزيد تقريبا 5 ملاعق كبيره تاع الرز. بالنسبه للرز غليته في الماء، غسلته مليح، نحيت له كامل هذاك النشا، ودرت في الكاسرونه كاس تاع الماء مع نص كاس تاع الرز مع شويه تاع الملح ومغرفه كبيره تاع الزيت، وخليته فوق النار يغلي حتى تشرب كامل هذيك الكميه تاع الماء. شللته بماء بارد ونزيدوه مع لا فيونداشي. نزيد المعدنوس، نزيد البصله، النصف دوزنت به المرقه والنصف راح نزيدوه في الحشو. بالنسبه للتوابل كما راكم تشوفوا راح ندير الملح والفلفل الكحل وشويه تاع البابريكا. نزيد زوج مغارف كبار تاع الزيت ونبدا نخلط. شوفوا البنات، هنا نورمالمون راح ندير حبه بيض، نسيت. شوفوا هنا كي تفكرتها راح نزيدها. البيض راح يخلي الحشو تاعنا يجي متماسك ويجي بزاف بنين. هنا نبدا نخلط مليح المكونات مع بعضهم بهذه الطريقه. شوفوا البنات، اللي عندها كميه قليله تاع لا فيونداشي تحب الحشو تاعها يجيها زاكي، راح ترابيو فيه حبه قرعه مع حبه زروديه، وصدقوني الحشو تاعكم راح يجيكم يكتر بالبنه، يجي روعه. شوفوا البنات، الكروم ديالي بعد ما غليته نحيته من الماء وهو سخون، نواسيه في ماء بارد باش يبقى محافظ على اللون تاعو. شوفوا البنات، هنا نبدا نشكل هكذا كيما نشكلوا البوراك، طريقه سهله، ونبدا ندور هكذا، وهذه هي النتيجه اللي نتحصلوا عليها. نزيد معكم وحده. شوفوا نحي هاد لابارتي خشينه هكذا، نواسي الورقه تاع الكرم هكذا بيدي، نزيدوا الحشوه نتاعنا هكذا كيما نشكلوا البوراك، يعني بنفس الطريقه، ونبدا ندور. شوفوا البنات، انا بالنسبه لي الدولمه كيفاش نحضرها، مرات نديرها غير بالكروم ومرات نديرها كيما راح نديرها اليوم معكم بالكروم والقرعه.
مرات نخلط ندير القرعه الكرم والفلفل الحلو الاحمر والخضر وتجي صح بنينه. وتبقى الدولمه من اطباقنا الجزائريه اليوميه اللي نحضروها بزاف ونحبوها بزاف، وانا وحده من الناس نطيب بزاف الدولمه. هنا كيما راكم تشوفوا بقى لي الحاشو. عندي زوج حبات قرعه كبار، قسمتهم في الوسط، خويتهم من الداخل. راح نرشهم بالفلفل الكحل والملح باش يجوا بنان ما يجوناش صامتين. وهنا كيما راكم تشوفوا الدجاج تاعنا بعد ما طاب نحيه نديرلو شويه زيت وزبده. تقدروا تحمروه في المقله ولا في الفرن. شوفوا المرقه تاعنا بعد ما طابت جات ما شاء الله وجات خاتره. واللي ما يحبش الزيتون تقدروا ديروا الحمص. انا ما يحبوش الحمص، دائما هذا النوع من الوصفات نعوض الحمص بالزيتون. انا نبدا نواسي القرعه والكرم هكذا البنات بهذه الطريقه كيما راكم تشوفوا. نعاود نغلق على لا كوكوت، نخليها على نار متوسطه من 5 دقائق الى 7 دقائق، يعني ماشي بزاف، ونخليهم يكملوا الطياب. وهنا البنات كيما راكم تشوفوا بعد ما طابوا لي نطفي عليهم النار وما تخليهمش يطيبوا بزاف. شوفوا البنات كيفاش طاب لنا الكرم تاعنا. وهنا كيما راكم تشوفوا في مقله درت شويه تاع الزيت مع شويه تاع الزبده، نقطرهم مليح من المرقه ونحطوهم في المقله ونحمرهم من الجهتين. ممكن تحمروهم في المقله في شويه زيت وزبده ولا في الفرن، يعني هنا كيما تحبوا نتوما. راح نحمرهم من الجهتين ونشوفوا الطبق تاعنا في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله. إذا هذا هو الشكل النهائي للطبق اللي حضرته معكم اليوم. حضرنا طبق جزائري 100%، دولمة بالزيتون. ممكن تحضروها بالزيتون ولا بالحمص. الوصفة الأصلية تحضر بالحمص، أنا حضرتها بالزيتون. بالزيتون يجي أبن، يعني يجيكم روعة، يجي بزاف بنين وخفيف وبزاف هايل. ونتمنى من كل قلبي تجربوها بهذه الطريقة، خاصة اللي ما جربوش من قبل دولمة بالزيتون. ننصحكم ما تراطيوش هذه الوصفة، وانا متأكدة اذا جربتوها راح ترجع الوصفة المعتمدة عندكم. يعني في كل مرة تحضروا دولمة راح تحضروها بالزيتون ماشي بالحمص. اذا كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، ونتمنى من كل قلبي تنال اعجابكم وتجربوها. وطبعا اذا عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم ما تنساوش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلكم ان شاء الله كل جديد من وصفاتي الاقتصادية والسهلة والسريعة. ونشكركم بزاف على حسن متابعة وتعليقاتكم الجميلة والرائعة والطيبة. وفي الأخير نقولكم واذكروا الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في أمان الله.